ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ لو انتوا اول مره بتشوفوني انا آية، والنهارده هنعمل مع بعض انجح والذ واحلى حله ورق عنب بشرايح اللحمه. هتطلع من ايدكم فعلا كما قال الكتاب، بس امشوا بكل التركات اللي انا هقولها النهارده وطولوا بالكم معايا شويه. هنجيب حله هنحط فيها شويه من الزيت، حوالي ربع كده كوبايه من الزيت، وعليها معلقه كبيره من السمن البلدي، والميكس ده بيدي طعم حلو جدا جدا للمحاشي. هننزل دلوقتي ببصلتين مفرومين فرم ناعم، عايزه تقطعيهم على ايدك قطعيهم، انا عن نفسي بضربهم في الكبه عشان ما بحبش البصل يكون ظاهر قوي في الاكل. فهبتدي ان انا انزل بالبصل واشوحه كويس في السمنه والزيت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. وهنيجي بقى لاول تركايه في المحشي اللي هتخلي المحشي بتاعك طعمه حلو جدا، وهي هريسه الفلفل الاحمر. دي هريسه بارده يا جماعه، لو عايزين تعملوها حاره اعملوها. بيبقى عباره عن فلفل رومي اللي هو الاحمر البارد، بفرمه وببتدي ان انا احطه في برطمان عندي في الفريزر، وباخد منه على اي اكل انا بعمله. بيخلي طعم المحشي حقيقي حلو جدا وبيفرق جدا جدا في الطعم. عايزه تعملي ميكس ما بين الفلفل الحامي والفلفل البارد، مفيش اي مشكله، ده حسب رغبتك. وهنجيب حوالي نص معلقه من الثوم المفروم، والثوم برضو معلش تعالوا على نفسكم وحطوه، هي كميه مش كبيره بس برضو بيفرق جدا جدا في طعم المحشي. وانا بحس ان المحشي لما بيكون من غير توم بحسه كده ملوش نكهة قوية، يعني بحسه طعمه كده صايص كده شوية. فهنحط الثوم ونبتدي ان احنا نشوح كويس. وهننزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من الصلصة اللي هي صلصة البرطمانات، وعايزة اقول لكم لازم تحطوها يا جماعة، ده مش اوبشن، عشان صلصة البرطمانات بتدي قوام حلو للمحشي، قوام تقيل ولون بيخليها، يعني بيخلي المحشي لونه حلو جدا. والصلصه اللي احنا بنعملها اللي هي صلصه الطماطم اللي احنا بنعملها في البيت مش بتغني عن معلقه الصلصه اللي احنا بنحطها. انا عن نفسي اوقات كمان بحط معلقتين من الصلصه، فجيت حطيت معلقه كمان عشان انا عايزه اللون اقوى وعايزه القوام يكون اتقل معايا، فحطيت معلقه كده تانية من الصلصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي دلوقتي بقى احط البهارات بتاعتي. دي خلطه بهارات انا عاملاها، خلطه بهارات محشي، هبقى اعملها لكم ان شاء الله في القناه. دي تقريبا حوالي 15 بهار او اكتر، بمكسهم كده مع بعض وبخليها. دي بقى ممكن تحطوها على المحشي، على اللحمه، على الفراخ المشويه، على حاجات كتيره جدا. وكمان ابتديت ان انا احط الملح بتاعي، وهنحط شويه من الفلفل الاسود، ودي هتبقى البهارات بتاعتنا. احنا مش محتاجين نحط اي بهارات تانية، لان بهارات المحشي اللي انا عاملاها في البيت دي فيها كل انواع البهارات اللي ممكن تتخيلوها، فانتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تحطوا اصلا اي بهار تاني. وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو؟ يا ريت تنزلوا تعملوا لايك يا جماعه، عشان اللايك بيشجعني جدا. وهنبتدي دلوقتي ننزل بالصلصه بتاعتنا. انا عموما يا جماعه بحب اريح دماغي واريح نفسي، وبفرز صلصه في البيت، مش كل ما بحتاج اعمل صلصه بطلع طماطم واضرب. وعايزه اقول لكم ان قوام يعني الصلصه اللي بتتسبك وبتتحط في الفريزر دي بتكون مختلفة تماما عن الصلصة اللي احنا بنعملها جاهزة. ليه؟ لان الصلصة اللي انا بعملها وبحطها في الفريزر دي بحط عليها بنجر وبحط عليها فلفل احمر، فبتبقى فعلا صلصة متكلفة. وهبتدي بقى ان انا اسيب الصلصة تفك في قلب البصل، وهتشوفوا دلوقتي لون خطير للصلصة بجد. يعني الصلصة بتاعت المحشي دي لو مشيتي على كل الخطوات اللي انا بقولك عليها بالظبط هتفرق جدا معاكي. اهم حاجة ان الصلصة بتاعتنا تتسبك كويس، عشان انا مش عايزة فيها اي سوائل خالص، وده اللي بيخلي المحشي ناجح او فاشل. من ضمن الخطوات اللي بتخلي المحشي ناجح ان الصلصة تتسبك كويس. هحطها بقى على العين التانية، وهبتدي ان انا اجيب جريلا بتاعتي وانزل فيها بشرايح اللحمة. انا هنا استخدمت ايه؟ استخدمت لحمة انتركوت. انت ممكن تقدري تستخدمي انتركوت، ممكن تقدري تستخدمي لحمة تكون قولوا معايا اللي هي الفلاتو، برضو بتبقى حلوة جدا وبتاخد سوا قليل جدا، ما بتاخدش وقت في السوا. اضعف الايمان، يعني لو انت بقى خلاص انت مش عندك قطعيه لحمه تنفع ان هي تتحط تحت الورق عنب، يا جماعه الجيش قال لكم اتصرفوا. انا ما بيكونش عندي لحمه شرايح، ببتدي ان انا اجيب اللحمه السن او اي قطعيه لحمه وبقطعها انا بنفسي شرايح، وببتدي ان انا اشوحها كانها بالظبط لحمه شرايح جايبها من بره. فابتديت ان انا انزل كده باللحمه في طاسه او جريل او ايا كان، اي حاجه عندك بتشوي فيها. هنبتدي ان احنا ننزل باللحمه تاخد صدمه كويسه،
وهنا بوريكم ان انا لازم ايدي دايما تكون في الصلصه عشان ما تتلسعش من تحت، فايدك دايما فيها وما تغفليش عنها وتقعدي وتسيبيها عشان ما تتحرقش منك. هنا خلاص انا كده الصلصه قربت خلاص ان انا اقفل عليها واطفي عليها النار. دلوقتي بقى تعالوا نشوف اللحمه هنعمل ايه فيها. اللحمه هنا هبتدي ان انا احط عليها بهارات المحشي اللي انا حطيتها على المحشي. يا جماعه دي بتنفع للحمه وبتنفع للفراخ، بتنفع لوصفات كتيره جدا، هتغنيكي ان انت تشتري بهارات من بره. هبتدي ان انا كده احط البهارات زي ما انتم شايفين، وكمان هحط رشه من الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم بجد 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 اللحمه طلعت كانها مشويه، يعني لما جيت بقى غرفت عشان ناكل اللهم بارك اللحمه كانها بالظبط بالظبط شوياها، مش لحمه خالص محطوطه مع محشي، كانك بتاكلي محشي بلحمه مشويه. فمتخيلين الطعم والاحساس يعني بجد انا جوعت دلوقتي. هبتدي بقى ان انا انزل بشويه من دبس الرمان على اللحمه، برضو بتخليها زي اللحمه المشويه بالظبط. وعايزه اقول لكم بقى يعني ولا تقولوا لي بقى قصر الكبابجي ولا تقولوا لي حجوجه، ومعلش معلش عذرا قصر الكبابجي عذرا حجوجه، الاكل اللي بيتعمل في البيت بجد لو اتعمل باتقان وبتركات بيطلع تحفه. بس امشوا على الخطوات اللي انا بقول لكم عليها، عشان يا جماعه التلصقه في الاكل والكروته في الاكل ما بيطلعش اكل طعمه حلو. عايزه تعملي اكل طعمه حلو اعمليه باتقان، بس هتكروتي فيه هيبقى اكلك شبه اكل ناس كتير جدا ومش اكل مميز. هنا بقى جبت الخضره بتاعتي. من ضمن التركات اللي بتفرق جدا في خضره المحشي وبتفرق في طعم الخلطه بتاعه المحشي ان انت الاعواد بتاعه الخضره، بصوا الاعواد هنا كبيره وقاسيه. ابتديت ان انا بعد ما غسلت الخضره ونشفتها كويس جدا وحطوا كذا خط تحت نشفتها كويس جدا عشان انا مش عايزه الخضره يكون فيها اي سوائل او اي ميه خالص. ابتديت ان انا اشيل العيدان القاسيه دي وابتديت ان انا اخرطها. ايوه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا مش بقطع الخضره بتاعه المحشي، انا بخرط خضره المحشي. طب انت ليه ايه بتعملي كده؟ اولا ليها فايدتين، بتطلع الزيوت العطريه اللي موجوده في الخضره اللي مهما قطعتي بالسكينه مش هتطلع صغيره، المخرطه بتطلع الزيوت العطريه اللي فيها وكمان بتخليها صغيره قوي قوي قوي، فبتيجي في خلطه المحشي تحسي كده بتست حلو والخضره مش كبيره كده في الاكل. فكل الخطوات دي صدقوني بتفرق. جبت هنا عودين 3 كده من النعناع الفريش وقطعتهم كده بالشكل ده، ادوا برضو طعم حلو جدا. ما عندكيش نعناع فريش خدي رشه من النعناع الناشف، بس انا بحس ان النعناع الفريش بيدي طعم احلى. والعودين دول ما بيدوش نكهه، ما بيدوش نكهه النعناع، بس بيدوا نكهه كانك حاطه خضار مجفف زي البقدونس والنعناع والحاجات دي. هنا بقى ابتديت ان انا انزل بالرز وكمان عليهم الخضره. انا هنا تقريبا حطيت كوبايتين من الرز على 3 حزم من الخضره متخرطين، ومش كلهم كمان، انا ما خدتهمش كلهم على فكره. وهبتدي ان انا اقلب كده كويس بالشكل ده، انا عايزه كل المكونات تتجانس مع بعضها. وهبتدي بقى هنا ان انا ازود ملح. بصوا اتعودوا دايما في اكلكم ان انتوا ما تزودوش ملح في الاول، حطوا ملح قليل وبعد كده زودوا الملح اللي انتوا عايزينه يا جماعه عشان الاكل ما يحدقش معاكم. هحط هنا رشه من الزيت. هتقولوا لي ليه ايه ما احنا حطينا زيت وسمنه؟ هقول لكم الرشه دي بتخلي المحشي مفلفل، وانا وريتكم في اول الفيديو صباع المحشي مفلفل ازاي، الرز مش معجن خالص، الخلطه تحفه حقيقي. حطيت هنا برضو رشه من بهارات المحشي ورشه من دبس الرمان، مش بتدي مزازه قويه بس بتدي طعم هايل جدا. لو عايزه مزازه قويه حطي دبس رمان اكتر هيديكي مزازه اقوى. هنا بقى الورق عنب انا كنت عاملاه من امبارح من قبلها بليله ومظبطاه وشايله العيدان وسلق الورق عنب سهل، تحطوه في ميه مغليه يتسلق وبعد كده بقى بتبتدوا ان انتوا ترصوه. لو الورقه كبيره ممكن تقسميها ورقتين، لو الورقه صغيره عادي بتحشيها. هنا بقى ممكن تحشي على ايدكم، الناس المتمرسه في المطبخ والخبره بتحشي على ايدها، في ناس بتحب تحشي على الرخامه، بتبتدي ان هي ترص الورق العنب كله على الرخامه وتبتدي ان هي تحشي ورق العنب او ترول ورق العنب، وفي ناس بتحشي بالكيس. انا عموما
طلعت شفت امي بتحشي ورق العنب على ايدها فطلعت زيها، ومن الخبره في المطبخ بحشيه بسرعه ما باخدش فيه وقت، لان خلاص بتبقى ايدك اشتغلت واتعودت على اللف. اهم حاجه ان انت تبرمي المحشي كويس جدا، ارجوكوا عشان بشوف ناس بتحشي المحشي بتهين ورق العنب، بيحشوه كده كروته فالصباع بيطلع كبير جدا ومجعلص كده كبير بجد، بيبقى منظره وحش جدا، والرز بيبقى طالع منه بيبقى المنظر مش لطيف خالص. بصوا بقى انا هنا كده لفه هدايا، فعلا لفه هدايا يا جماعه. جبت بقى حله هحط فيها، هفرشها بصل بطاطس، دي اكتر حاجتين بحب احطهم في قعر حله ورق العنب. عايزه تحطي طماطم حطي، عايزه تحطي عيدان ورق العنب حطي، بس انا عن نفسي بعشق البصل والبطاطس تحت في القعر وبيتاكلوا يا جماعه، والبصل بيبقى مكرمل وجميل. وهبتدي ان انا احط رشه بهارات المحشي من تحت كده عشان تدي تست حلو. البطاطس والبصل دول بيتاكلوا على فكره، مش بيترموا خالص، ده في ناس بتسيب اصلا المحشي وتاكل البصل والبطاطس دول. هبتدي بقى ان انا اجيب اللحمه وابتدي ان انا ارصها في الحله بالشكل ده. ما تتضايقوش ان انا طولت عليكم في الفيديو ده، بس انا مش عايزه ابخل عليكم باي معلومه ومش عايزه اسقط اي معلومه، عايزه الفيديو ده يكون كده مرجع ليكم تسيبوه عندكم لما تيجوا تعملوا محشي ورق عنب ترجعوا له وتمشوا على كل الخطوات. هبتدي ان انا ارص كده اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي بقى ارص ورق العنب كده في الحله. عايزين ترصوه داير ما يدور رصوه، عايزين ترصوه عكس عكاس رصوه، مفيش اي مشكله، الرص ده عادي يا جماعه، يعني انتوا ورغبتكم. بس كده خلاص هنرصه، وحطينا في الفيليه كده عشان بتدي برضو ريحه حلوه جدا حشيناها. ودلوقتي يلا بينا على البوتاجاز نشوف احنا هنسويه ازاي. شفتوا الجريل اللي احنا شوينا فيه اللحمه؟ ايوه هو ده، انا ما غسلتهوش ليه؟ لان البهاريز اللحمه كلها نازله في الجريل ده. فهجيب معلقه كبيره من صلصه الطماطم، ودي خطوه اساسيه ما تستغنوش عنها، وكمان معلقه كبيره برضو من دبس الرمان عشان يديله كده مزازه حلوه. وشوربه بقى، انا عايزه الشوربه اللي تستخدموها، يعني مش فارق معايا في الفيديو ده الشوربه لان انا حاطه لحمه تحت، بس انا عن نفسي كان عندي شوربه فراخ بلدي فحطيتها على، هي ميكس فراخ بلدي وبط مع بعض، حطيتها على الصوص اللي انا عملته ده. وهبتدي الشوربه تكون يا جماعه بتغلي، اهم حاجه الشوربه تكون بتغلي عشان المحشي بتاعي يتشمع. فالشوربه خلاص غليت مع الصوص اللي انا حطيته، هنزل عليه في الحله. وده حسب بقى انت بتسوي في حله ايه، انا بسوي في حله حديد زهر، فبحط كميه قليله قوي من الشوربه عشان انا عايزه الرز مفلفل مش عايزاه معجن خالص. لو انت هتعمليه في حله ألمونيا ستانلس جرانيت زودي الشوربه شويه، خليه لحد قبل الصف اللي فوق، قبليه بصف، يعني الصف، يعني شفتي الحله الصف اللي فوق قبليه بصف، تمام؟ مش عايزه الشوربه تغطي الصفوف كلها عشان المحشي بتاعك ما يعجنش. وهنعلي النار، وبعد كده اول ما الميه او الشوربه تتشرب هنبتدي ان احنا نوطي النار. وخلاص خلصنا وصفه النهارده. بجد طولت عليكم بس فعلا الفيديو يستاهل يا جماعه، تستاهلوا تاكلوا ورق عنب كما قال الكتاب. وعملت كمان ملوخيه ورقاق هينزل لكم في الفيديوهات اللي جايه، تابعوا القناه. ولو انتوا اول مره بتشوفوني لازم تنزلوا وتشتركوا في القناه وتعملوا لايكات كتيره قوي، وامشوا على كل الخطوات اللي انا بقولها، فعلا هتدعولي. بصوا بقى هنا الرز مفلفل، هيحصل دلوقتي، هيتعمل دلوقتي زوم على الصباع المحشي الخطير ده، بصوا ايوه كده مفلفل، مفيش تعجين خالص في الرز، ومستوي، والورقايه مستويه جدا، مش مجلده، مش بتشد، مش ورق ناشف، لان ورق العنب دلوقتي موجود في السوق. فلو فيديو النهارده عجبكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو واستنوا الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي يا حلوين.